الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد. من أهم الأخطاء أو المحاذير التي يقع فيها قارئ القرآن، ومن المؤكد أنه يقع في هذه الأخطاء بغير عمد، هي نسبة الكلام إلى نفسه. ينسب كلام من كلام الله تعالى إلى نفسه، سواء كان هذا الكلام متعلق بذات الله تبارك وتعالى أو متعلق بذات الله، أو متعلق بكلام عن الكافرين أو المنافقين وما إلى ذلك. نشوف مثال. المثال الأول فيما يتعلق بذات الله وبصفات الله تبارك وتعالى التي من الممكن أن ينسبها القارئ بالخطأ إلى نفسه دون أن يدري. في قول الله تعالى في سورة البقرة الآية رقم 40: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. هنا أحيانا يتوقف النفس، ثم يتوقف القارئ وقف التنفس، ثم يبدأ يتابع الآية ويقول: وإياي فارهبون. هنا الخطأ أنه نسب كلام لله، نسبه لنفسه، قال وإياي فارهبون، مع أن الكلام متعلق بالله تبارك وتعالى. يبقى إذن هنا لازم نوصل، يبقى نقول وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. يبقى كده احنا لازم نوصل. أيضا موضع آخر: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. ثم يتوقف القارئ بالخطأ، ثم يكمل: وإياي فاتقون. أيضا قال وإياي فاتقون، مع أن الكلام لله تبارك وتعالى. يبقى إذن لازم نوصل. أو إنك لو النفس انقطع، ارجع وتجيب جزء من الآية من الكلام الذي قلته في الآية. يعني مثلا: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ووقفت ترجع تقول ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ده الجزء الأول اللي هو الكلام المتعلق بالله سبحانه وتعالى، وينسبه القارئ بالخطأ إلى نفسه دون أن يدري. الأمر الآخر الكلام إذا تعلق بالمنافقين، مثلا في سورة النساء: ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة. ويتوقف القارئ، ثم يبدأ بداية غير صحيحة، يقول: يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. هذا كلام متعلق بالمنافقين، يقولون: يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. هو يتكلم عن المنافقين الذين لا يخرجون مع المؤمنين في القتال، وإذا ما انتصر المسلمون وحصلوا على غنائم مادية يقول: يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. لكن الأفضل أو الصحيح إنك تقول ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم. النفس توقف، ترجع: ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. ثم نلاحظ أن هناك في هذه الآيات
لا يوجد أي علامة من علامات الوقف، لا توجد أي علامة، لا علامة الجيم جواز مستوى الطرفين، ولا علامة قيلي، ولا علامة صلي، ولا على كلمة إياه فارهبون أو إياه فاتقون أو يا ليتني كنت معه. فلا بد من الإيه؟ من الوصل. لذلك يجب على المؤمن أن يتدبر القرآن. أفلا يتدبرون القرآن؟ ومن صعوبة باب الوقف والابتداء أنه متعلق بالمعنى، لابد أن يستوعب القارئ المعنى ويتدبر ويتعايش مع القرآن حتى يعرف متى يقف ومتى يصل، وما الذي يليق وما الذي لا يليق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يتلون القرآن حق تلاوته، وإلى لقاء قريب إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.